تنطلق مواجهاتها في هذا اليوم عبر مباراة البحرين اليمن. المنتخب البحريني الذي أتى لهذا اللقاء مشكلا من سيد شبر في حراسة المرمى بالإضافة إلى مهدي باقر، وليد الحيام، رضا عيسى، أحمد عبد الله، عبد الوهاب علي، كميل الأسود، جمال راشد، سيد ضياء، علي مدني، وأخيرا مهدي عبد الجبار. في حين قائمة الأسماء للمنتخب اليمني بهذه المباراة: محمد عياش، مدير عبد ربه محمد فؤاد، حمادة أحمد، محمد عبد الله، أحمد علي، فؤاد صالح، عبد الواسع عبد الله من الجهة اليسار، أحمد السلبي كان سيد الموقف في مواجهة المنتخبين. إذا فوز وحيد للبحرين يقابل تعادلين، ثم بعد ذلك اليوم نصل إلى المباراة الرابعة في تاريخ مواجهة المنتخبين، المنتخب البحريني والمنتخب اليمني. المنتخب البحريني بدأ مواجهاته في دورة الخليج بالتعادل الإيجابي من أمام المنتخب العراقي أحد المرشحين وبقوة لخليج 23 في مباراة احتفى به الرياضيين في البحرين بنتيجة التعادل الإيجابي الذي خرجت به البحرين بخسارة قاسية من أمام المنتخب القطري ب4 أهداف مقابل لا شيء. اليوم المنتخب اليمني يأتي من أجل أن يحسن الصورة التي كان عليها في المباراة الأولى في أول مباريات المباراة التي تنطلق الآن بكرة آسيا والفوز بدورة الألعاب الخليجية في نفس العام، إلا أنه حقيقة هذا الجيل لم يكتب له التوفيق إلى أن يتوج بلقب الخليج. الكرة ملعوبة الآن على الجهة اليسار في محاولة قادمة لصالح المنتخب البحريني، لكنها تطول إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة الماضية عن طريق سيد ضياء على ما يبدو أنها وصلت إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة ركنية في صالح منتخب البحرين، وعلى يمين حارس المرمى محمد عياش الذي ينتظر ويترقب في مرمى. الركلة الركنية لمنتخب البحرين ملعوبة عن طريق جمال راشد. جمال راشد يلعب كرة في الجهة اليسار والمحاولة ملعوبة عرضية وهدف أول يضيع على المنتخب البحريني مع المحاولة الماضية. وصلت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لصالح المنتخب اليمني هذه المرة بعد هجوم كان ممتاز من جانب المنتخب البحريني. أولى المباريات في دورة الخليج والمباراة الافتتاحية جمعت بين السعودية والكويت. فوز الزمني شوط المباراة الأول، التعادل السلبي بدون أهداف، والكرة ملعوبة إلى الأمام، عرضية ساقطة للمنتخب البحريني لكنها واصلة باتجاه حارس المرمى محمد عياش. فرصة مثالية كان بإمكان المنتخب البحريني أن يخطف معها الهدف الأول، لكنها وصلت إلى أحضان محمد عياش. عياش يبعد كرة إلى خارج أرضية الملعب لأنه أحد زملائه واقعا على أرضية الميدان يعاني من إصابة، وبالتالي اللعب يتوقف الآن. هذه الكرة مرة أخرى أمامك، الكرة الواصلة باتجاه حارس المرمى. على ذكر الألعاب المختلفة، في بحوث الرياضية تتحدث بأن لكل عرق. جمال يلعب كرة عرضية ساقطة إلى منطقة الجزاء لكنها تبعد وترجع مرة ثانية هنا في الجهة اليمنى لصالح المنتخب البحريني. عرضية داخل منطقة الجزاء تقطع من جانب المنتخب اليمني. الكرة لصالح البحرين عند الدفاع محمد فؤاد. فؤاد يلعب الكرة للأمام، ثم الكرة واصلة على الجهة اليسار. ممتازة الفرصة عرضية لكنها إلى خارج أرضية الملعب. لم تكن عرضية، لم تكن تسديدة، لم تكن تحمل دليلا ولا عنوان، لذلك لم تكن ذات أهمية. كرة سيد ضياء وصلت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. شوف كرة سيد ضياء لا تملك تفسير أبدا، لا هي بالعرضية ولا هي بالتسديدة، وصلت إلى خارج أرضية الملعب لتتحول بعدها كركلة مرمى. هذه التغطية الماضية والاشتباه بوجود ركلة جزاء. على أي حال عندنا وتنتظر هدف لمنتخبها في هذه الأثناء. الكرة ملعوبة بعرض الملعب والتفكير بالتسديد، والتسديد الله بالبحرين. التسديدة من أحمد عبد الله عملها بيسارية ممتازة، والتسديدة جاءت بجوار القائم الأيمن إلى خارج أرضية الميدان. يا ولد يا لعيب عند المقص العلوي، وصلت إلى خارج أرضية الميدان. يا سلام يا لعيب يا أحمد، سدد كرة ممتازة رائعة جدا. شوف الكرات الماضية والتسديدة الأولى اللي جاءت من المنتخب البحريني عن طريق جمال راشد، ثم بعد ذلك أحمد عبد الله تسديدة أخرى أتبعتها للكرة الأولى، ثم بعد ذلك
المنتخب البحريني ياخذ الكرة مرة ثانية وياخذ كرة من جديد، يحاول من كل الاتجاهات، يحاول من كل الأماكن. الكرة ملعوبة عرضية واصلة إلى منطقة الجزاء، لكن أيضا قرار القرار بركلة جزاء من حكم اللقاء، حكم المباراة، إشارة إلى وجود ركلة جزاء. سنتأكد من الإعادة حول قرار حكم المباراة، كيف جاء القرار من حكم المباراة بركلة جزاء في صالح المنتخب البحريني بعد العرضية الماضية. شوف الكرة مرة ثانية، المحاولة، الشد كان موجود والمس كان موجود وحاضر، وبالتالي القرار ربما نتفق معه إلى وجود ركلة جزاء بالكرة الماضية. ليست هذه الكرة، قد تكون من الكرة الأولى، هذه اللعبة الثانية التي جاءت من محمد عبد الله، ربما ركلة الجزاء احتسبت على محمد عبد الله في اللقطة الثانية، محمد عبد الله وتداخله باللعبة الثانية، وبالتالي ركلة جزاء تذهب في صالح المنتخب البحريني. ركلة جزاء للمنتخب البحريني. جمال راشد، هل يقص شريط الأهداف الآن في مباراة الليلة؟ جمال راشد، وفي المرمى محمد عياش يستعد ويتأهب لركلة الجزاء للمنتخب البحريني. جمال راشد، جمال والهدف الأول 1-0 للمنتخب البحريني. جمال راشد وضعها على يمين محمد عياش، والبحرين تتقدم بهدف أول في المباراة، هدف طال انتظاره بالنسبة للجماهير البحرينية. أخيرا يأتي من نقطة الجزاء ويسجل المنتخب البحريني هدف الأول في مباراة اليوم. 1-0 إذن لصالح المنتخب البحريني. شوف الكرة مرة ثانية، جمال راشد بكل هدوء ركنها في الزاوية اليمنى ووضعها هدف أول لصالح منتخب البحرين، والبحرين تتقدم بهدف، والبحرين الآن في وضعية أفضل مما كانت عليه طوال الدقائق 38 الماضية في زمن شوط المباراة الأول. الآن الأمور ستتغير بلا شك كثيرا. كرة تعود مرة أخرى في صالح المنتخب اليمني، عند كرة ممررة إلى الأمام في الجهة اليمنى، ومحاولة مرور ممتاز. الله، فرصة ممتازة للمنتخب اليمني على الجهة اليمنى. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب. على ما يبدو أحمد علي أخذنا كرة في الجهة اليمين، ناور فيها وسدد كرة بالجهة اليسار، لكنها جاءت في العارضة ثم تحولت إلى خارج أرضية الملعب. الآن إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية ممتازة جدا كانت الكرة من جانب المنتخب اليمني. الركلة الركنية عند أحمد سعيد. أحمد سعيد يلعب الكرة العرضية إلى منطقة الجزاء لكنها مقطوعة، وترجع مرة ثانية بالراس. يا سلام على المنتخب اليمني في مباراة الليلة، مباراة ممتازة ومباراة كبيرة يقدمها المنتخب اليمني في مباراة الليلة. الكرة ملعوبة على الناحية اليسار، مرور وتسديدة لكنها واصلة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. أول المباريات التي عرفت بين هذه الكرة الماضية يبدو لي أنها تصدي من حارس المرمى، تألق فيها سيد شبر رغم صعوبة الكرة، تألق في إبعاد الكرة الماضية. اللعبة الكرة الثابتة إلى منطقة الجزاء تقطع وترجع ثاني مرة إلى صالح المنتخب اليمني. من جديد المنتخب اليمني عنده كرة ملعوبة في وسط الميدان، هو الذي يستحوذ على الكرة، هو الذي يسيطر على الكرة، هو صاحب زمام المبادرة. ركلة ركنية، اللعبة الركلة الركنية ملعوبة الكرة عرضية إلى منطقة الجزاء، إلى محاولة بالراس ثم لتعود صافرة وإعلان وجود ركلة مرمى. ركلة مرمى. إذن الكرة تحولت إلى محمد
عياش. الكرة ملعوبة إلى اليسار للمنتخب اليمني ومحاولة مرور لكنها إلى خارج أرضية الملعب واصلة كرمية جانبية. رمية الجانبية على اليسار للمنتخب اليمني، ملعوبة رمية الجانبية. اللعبة كرة هنا في الجهة اليسرى ومحاولة مرور ممتازة والكرة تسدد. الله! القرار على ما يبدو أن هناك أوفسايد وراية وتسلل يمنع المنتخب اليمني من فرحته بهدف التعادل. حكم المباراة يرى بأنه كان هناك لقطة تسلل بالكرة الماضية. شوف الإعادة بالبطيء. الكرة التمريرة الأولى نعم الكرة الثانية، التمريرة الثانية كان فيها راية وتسلل. نعم القرار جاء سليما من حكم اللقاء، القرار كان صائبا من حكم المساعد، وبالتالي راية وتسلل. لم مرة أخرى للمنتخب اليمني الذي ظل مهاجما طيلة أوقات شوط المباراة الثاني دون أن يستثمر الفرص التي أتيحت له في بعض الأوقات. الكرة مقطوعة مبعدة، خلاص 4 دقائق من الوقت البدل الضايع انتهت، وخطأ دفاعي، عدم اتفاق بين المدافع وحارسة. مدير عبد ربه لم يكن متفقا مع حارسة كما ينبغي. على أي حال أيها السادات والسادة، المباراة تنتهي الآن. حكم المباراة يعلن عن نهاية هذه المواجهة بفوز للمنتخب البحريني وفرحة كبيرة للمدرجات البحرينية بمناسبة هذا الانتصار. المنتخب البحريني